الوصفة دي بقى خطيرة، هتعجبكم بجد. هي وصفة لكل محبي الأسماك. هناكل السمك بطريقة جديدة ولذيذة وطعم خطير. هيعجبكم جدا ويعجب الولاد، وهو السمك الفيليه. هنعمله زي الاستريبس بالظبط، أكلة لذيذة وطعمة، وكمان مش بتاخد وقت خالص معانا. بتجهز في 10 دقايق لو احنا جايين من الشغل ومعندناش وقت نعمل غدا وطبيخ. مش بتاخد وقت خالص. يلا نبتدي مع بعض، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي هنا حوالي 800 جرام من السمك الفيليه. هو سمك فيليه اللي هو بيبقى قليل الدهون، تقريبا اللي هو باسمه قشر بياض، بيبقى الدهون بتاعته قليلة عن سمك الباسة. هقطعه شرايح كده طولية. وبعد كده هجهز كوباية من الدقيق وملح وفلفل بابريكا توم باودر وبصل باودر. هضيف عليهم حوالي كوباية الى الربع من المية، لغاية ما الخليط عندي يبقى زي خليط الدقيق كده. وهحط فيه شرايح السمك، مش هسيبهم وقت ولا حاجة، هشتغل على طول. هضيف بقى ملح وفلفل وبابريكا توم باودر بصل باودر، كوباية تاني من الدقيق ونص كوباية من الفيجيتار. وهقلبهم كويس. هبتدي بقى اتبل فيه السمك، ويكون عندي برضو الزيت جاهز على طول سخن، مش هسيبه ولا هركنه. انا قلت لكم ان هي اكلة سريعة، وهي فعلا سريعة وطلعة جميلة خطيرة بقى. ولا هنضيف بيض ولا هنضيف لبن على الخليط، وبتطلع جميلة جدا. هتبل بقى بأي طريقة. ممكن زي ما انتوا شايفين كده بقلبه بالمعلقة، بلاش بايدينا علشان الدقيق بيلزق في ايدينا. فممكن بأي حاجة كده ونتبله، وبنحطه في الزيت سخن على طول. وبنقلبه على الجانبين، بس ما نقلبش كتير برضو علشان الكفر بتاع السمك ما يطلعش، او الكفر بتاع البانيه ما يطلعش. طالع ذهبي كده وجميل زي ما انتوا شايفينه، خطير بجد، لذيذ. ما خدش وقت معانا خالص. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وياريت تشرفوني على صفحة كوكينج ويز هايدي. باي باي.